كان لنا الشرف توا أن يستقبلنا صاحب الفخامة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وقد سمحت لنا هذا اللقاء الكريم أن نوصل رسالة خطية من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية محمد والشيخ الغزواني إلى أخيه صاحب الفخامة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الفرصة سمحت لنا أيضا بنقل تحيات الأخوية الصادقة لصاحب الفخامة إلى أخيه رئيس عبد المجيد تبون، وننقل أيضا تصميمه وإرادته على الاستمرار في العمل معه يدا بيد في سبيل كل ما من شأنه أن يعزز ويطور ويثري الشراكة والعلاقة بين بلدينا الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الفرصة سمحت أيضا بأن ننقل إلى صاحب الفخامة انطباعنا وتقييمنا الجيد للظروف التي مرت فيها اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين موريتانيا والجزائر في دورتها 20. وطبعا تلقينا من صاحب الفخامة التشجيع والتوجيه من أجل أن نستمر قدما في تنفيذ كل ما اتفق عليه، وأن نعمل ونسخر كل الجهود لتطوير هذه العلاقة الاستراتيجية.